السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا النهاردة ان شاء الله كده بإذن الله هنعمل مع بعض السوستة، هركبها معاكم. بس حصلت معايا مشكلة ان انا لقيت السوستة عندي هنا 75 سنتي، مش 80 سنتي. وهنا عندي الشميز اللي انا عاملاه هو 80 سنتي. فهنا بقى طبعا هضطر ان انا هعمل حيلة كده هوريها لكم. طبعا دوت الشميز ده بتاعي انا مش بتاع حد. يا جماعة انا بقالي كتير موقفة ان انا بفصل حاجة لحد من فترة يعني كبيرة، لان انا بفصل في البيت عندي، فمش هينفع ان انا ادخل اي حد عليا وعلى عيالي. وكمان عشان خاطر حماية كان تعبان. فيا جماعة بالله عليكم ادعوا ان ربنا يشفيه يا رب ويرجعونا بألف سلامة. فطبعا انا بفصل الحاجه دي ليا وبصورها وبوريها لكم دلوقتي، عشان خاطر لو حد عايز يعمل حاجه زي كده يعرف ازاي يفصلها. ولو وقع في نفس المشكله اللي انا واقعه فيها دي دلوقتي، ومحتاج مثلا الشميز ده يلبسه خارج بيه او حاجه، ممكن يتصرف يمشي اموره ازاي، وبعد كده يبقى يجيب السوسته اللي على مقاسها ويفك مكان السوسته بس ويروح مركبها. ماشي، مش هنخلي اي حاجه ايه تقف قصادنا ولا اي حاجه. ماشي، اهم حاجه تصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وانا قلت لكم مش هطلب من اي حد ان هو يشترك في القناه ولا يسيب لي كومنت ولا اي حاجه. دوت وذوق حضراتكم. لو شفت المحتوى عجبكم، طبعا من غير ما انا اقول لكم انتوا هتشتركوا في القناه. لو المحتوى ما عجبكوش برضو اصبروا يعني تسيبوا تعليق تقولوا لي ما عجبكوش في ايه بالظبط. بصوا، اول حاجه انا بجيب الدواس اللي هو السوسته اللي هو الضفر واحد ده. يا جماعه ده هتلاقيه متوفر عند اي حد بتاع خردواتي. الخردواتي ده اللي بيبيع الكلف والخيوط والابر واي حاجه تخص الخياطه. ده ضفر واحد على فكره، خلي بالكم فيه منه يمين وشمال. فانتوا تجيبوا اي حاجه، وبعد كده اصلا انا كده كده بعكس، يعني مره اشتغل من فوق ومره اشتغل من تحت. بصوا، انا هجيب معايا كده اهو المفك كده، هفك معايا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم ذكرني. افك كده المسمار بتاع الدواسه. وطبعا طلع دلوقتي المسمار اللي هو الدواسه اللي فيه السوسته اللي بيتركب بدل ما كل شويه تفكه. ان شاء الله لو لقيته قدامي هجيبه. هبدا كده اركب معايا اهو هنا اهو كده، واقفل معايا الدواس. اقفله قوي يا جماعه عشان خاطر وانا شغاله ما اجيش ارفع الركبه عندي، اجي الاقي الدواسه تتحرك، الابره تروح نازله تروح مكسوره على طول، تيجي في وشي تيجي في ايدي. فخلي بالكم من الحاجات دي. وانتوا يا جماعه وانتوا بتغيروا الدواسه لازم تنزلوا الابره كده. ماشي، شايفين؟ تنزلوا الابره كده وتشوفوها نازله عند الخرم في مسافه ولا لا. عشان خاطر في ناس بيفتكروا ان هم يشيلوا دواسه ويركبوا كده وخلاص، لا. لازم ان انت بتظبطي العمود يا جماعه بتاع الابره ده. العمود بتاع الدواس ده في مسمار هنا بيتفك منه العمود بتاع الدواس، وبتظبطوا منه كده عشان خاطر الدواسات معاكي كل دواسه الخرم بتاعها مش مظبوط زي التانية. فانت لازم تخلي بالك من النقطه دي، عشان في ناس الابره بتاعتها بتتكسر وما بيعرفوش هما بيتكسروا من ايه. لما بيقعدوا يغيروا في الدواسه بيفتكروا ان هو عيب في المكنه، وبيكون بعيد خالص عنهم ان ده ممكن يكون عيب في حاجه بسيطه ممكن هما لو عملوها هيتفادوا الحاجه دي. بصوا هنا الحمد لله لقيتها مظبوطه عندي كده، مش محتاجه ان انا اعمل حاجه. هبدا ارفع معايا كده الدواسه. بصوا بقى هعمل ايه. طبعا الصوص زي ما قلت لكم كده. انا هعمل بس دي كده عشان ايه تشوفوا معايا اهو. بصوا الصوص عندي هنا كده، مش الطول، مش الطول كله. بصوا اهو، بصوا فاضل يعني مثلا بتاع 10 سنتي. بتاع 10 سنتي يا جماعه. ماشي اهو. بصوا هعمل ايه بقى. صلوا وسلموا تسليما كثيرا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا ببدا اجيب دي هنا كده، لان دي كده الاتجاه ده اللي انا هشتغله من تحت مش هشتغله من فوق. بصوا كده. وطبعا هنا البورسون دوت مش هينسل معايا. لو انتي قصه القماش بتاعك وشايله البورسون فلازم تعملي الحته دي اوفر عشان خاطر ما تنسلش معاكي. بصوا هنا طبعا انا هنا خدت المسافه بتاعتي اهي. بصوا كده، وخدتها معايا كويس اهي كده. وابدا امشي كده الاتنين بشدهم، يعني مشد واحد، مخليش واحده رخياها وواحده شداها عشان السوسته تطلع معايا مظبوطه. بصوا كده اهو كده كده لغايه ما جيت فين الاخر هنا. بصوا هعمل ايه بقى هنا كده. هبدا كده احط بقى الايه الدواسه بتاعتي كده اهو. اللهم بارك.
كده جنب البتاع على طول، واشغل معايا المكنه واقول بسم الله كده، شايفين كده، وابدا ايه بس عشان فيها تخانه فانا بمشي بالراحه كده. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كده. ماشي، المفروض ان انا اعمل فرمطاره كده، ارجع بالراحه يا جماعه، بالراحه عشان الابره ايه ما تتكسرش معايا. بصوا وانا شغاله بقى ابدا ان انا اركب السوسته كده اهو يا جماعه، اهو شايفين، بمشي على جنب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، جنب السنين اهو. بصوا كده، شايفين كده، اهو شايفين. طبعا انا قاعده بجنبي مش شايفه الكاميرا بالظبط يعني، عشان انا حطاها كده العكس. بصوا كده، بصوا يا جماعه، اللهم بارك، حلوه جدا اهي، خطوه سهله وما فيهاش اي حاجه اهي. بصوا طبعا بقى في تركيب الصوصات دي باشكال كتير، بطرق كتير قوي. في بيتحط لها قلاب من بره عشان الصوصه ما تبانش، وفي بيتحط لها كده زي شوفين بيه، عشان برضو انا عملتها قبل كده ونزلتها. فبيكون ليها كذا تركيب، مش تركيب واحد بس. بصوا يا جماعه كده، خلصت كده معايا. بصوا اهي يا جماعه، شايفين الصوصه اهي، اللهم بارك، حلوه جدا. بصوا هبدا بقى اجيب معايا الخطوه التانية كده اهي، وهبدا اهي اجيب دي كده. طبعا احنا اتفقنا الصوصه دي بتتركب واحده من فوق واحده من تحت، مش الاتنين مش بيتركبوا في اتجاه واحد اهو يا جماعه. هجيب هنا اشوف نفس المسافه، نفس المسافه يا جماعه، مش هركب كده وخلاص، نفس المسافه اهي كده اهو. ظبطت الاتنين مع بعض، وابدا كده بقى اقول بسم الله، واحطها كده اهو بسم الله، واعمل الفرماتوره بتاعتي اهي، وامشي خطوه خطوه كده. ادخل بس معايا دي كده جوه اهي، همشي بس كده شويه لغايه بس ما اثبت، وبعد كده ايه هبدا اروح قافله السوسته بتاعتي كده خلاص اهو، بس كده هبدا اجيب دي اهو، احطها هنا اهو كده، وشغاله يا جماعه اهو، سهله ما فيهاش اي حاجه خالص يعني، ما فيهاش يعني الهوا، ما فيهاش حاجه صعبه. بس الواحد مننا لما بيكون متوتر تلاقيه حتى لو عارف ايه، التوتر ده بيخلي الواحد كأنه ما يعرفش اي حاجه. بس كده اهو، اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا اهو بدات، بصوا السوسته طالما ركبتها كلها بصوا جايه مظبوطه، الاتنين قصاد بعضيهم اهو كده الحمد لله، يعني مفيش حاجه واطيه ولا حاجه عاليه، طالما المشد بتاعي والتركيب بتاعي واحد، مش هلاقي حاجه عندي مختلفه خالص يا جماعه اهو. بصوا اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك اهو. بصوا اهي بسم الله كده خلاص، انا خلصت معايا كده تركيب السوسته ماشي اهو. تعالوا بقى اقول لكم ازاي البتاعه دي، الحته اللي فاضله تحت دي. بصوا انا اوريكم بس، اقلبها كده اوريكم شكلها بس من بره اهي. بصوا بقى، بصوا اهي، شايفين شكلها من بره اهي. في بقى ناس بيحبوا ان هم يعملوا فيها قلاب كده من بره عشان يقفلوا السوسته ودي ما تبقاش باينه السوسته. طبعا في مره تانية هوريها لكم، لان دوت خلينا متفقين ان ده انا عاملاه من متر ونص بس يا جماعه. بصوا يا جماعه بقى الحلاوه ان انت بتبقي شغاله، بصي ايدك بتبقى واخده على الحاجه. بصي انا طالعه القلم عندي ازاي على القلم، شايفين القلم قصاد القلم، بصوا من غير ما اعمل علامه في السوسته ولا في الحته ولا اي حاجه. بصوا شايفين، انتوا لو ظبطتوا شغلكم في الاول وفي الاخر هتلاقي كل حاجه، شايفين يا جماعه، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، جايه كلها مظبوطه. بصوا شايفين، شايفين يا جماعه، بركه ربنا سبحان الله وتعالى اهو. بصوا دي بركه ربنا سبحان الله وتعالى يا جماعه. تعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه الخطوه الثانيه اللي بعد كده. طبعا انا هجيب دي كده الحته بتاعتي دي، خلي بالكم يا جماعه مش هتنسل، ده الحرف بتاع البورصل اهو
كده هبدا اتني معايا كده. بصوا يا جماعه اهي هتنيها كده، شايفين اهو. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام كده. طبعا انا عايزه اغير الدواسه بتاعتي دي كده، خلاص انا مش محتاجاها. هبدا احط كده واركب الدواسه بتاعتي العاديه. وبصوا يا جماعه الدواسه دي بيبقى ليها زي واقي كده عشان الابره ما تخشش فيكي في ايديكي، بس طالما ربنا رايد ان حاجه تحصل بتحصل يا جماعه. بس انا بجيبها بقول احتياطي بحطها كده، وربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ مش حد تاني. اهو ابدا كده هرفع معايا الابره بس اهو كده، واحط الدواسه معايا عدل وابدا اركبها اهو. بصوا كده بس كده. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مفيش اسهل من كده، حاجات كلها سهله وتفاصيل سهله وما فيهاش حاجه صعبه خالص. بصوا يا جماعه اهو كده هبدا بقى اتني اهو. بسم الله اهو. شيل بس الخيطه دي عشان هتضايقني وانا شغاله، هتخش في الدواسه، وممكن وانا جايه اشيلها رجلي تدوس على البتاع، فخلاص كده شكرا الابره دخلت في ايدي. بصوا كده شايفين يا جماعه. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام اهو كده. ابدا بقى امشي ايه خط كده من بره. طبعا انتوا لو مش عايزين الحته اللي باين الحته دي، فانتوا بتجيبوا السوسته نفس المقاس بالظبط. بس انا الصراحه ما لقيتش عندي هنا، لقيت السوسته بس دي المتوفره. وكده كده شفت الحركه دي معموله في كذا يعني سويت شيرت وكذا اللي هو سويت شيرت بالسوسته والشميزات برضو ديت، فقلت اجربها واشوف شكلها يبقى عامل ازاي. ما عجبنيش بعد كده بقى افك الحاجات دي كلها وابدا ايه بقى اللهم صل على النبي الصلاه والسلام اركب بقى السوسته اللي انا عايزاها. بصوا كده وابدا وانا شغاله دي بشدها لتحت يا جماعه. بصوا عشان الدواسه بترميها لفوق، لا دي اشدها كده لتحت. بصوا كده اهو، مش بشد انا بس ايه اهي. بصوا كده شايفين كده عشان ما تطلعش معايا لفوق. بصوا يا جماعه اهي حاجات بسيطه جدا بس ايه بتفرق معانا والله في الشغل اهو. بصوا وفي التقفيل بصوا كده. يا رب بس بكون بصور عدل لان انا مش شايفه الكاميرا، انا حطاها بس كده. ويا رب بس الطريقه دي تعجبكم وتقدروا اقدر ان انا افيدكم بيها، لان في حد يعني مشكور قال لي يا ريت تيجي احط الكاميرا بس كده عكس عشان خاطر نشوف حضرتك بتعملي ايه. وطبعا انا بشكرها جدا ان هي لفتت نظري. بصوا كده يا جماعه اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه افضل الصلاه والسلام اهو. بصوا كده كده اهو كده. اللهم صل على الصلاه والسلام. بس كده يا جماعه اهي. بصوا بصوا اهي شايفين. هاجي بقى من الاتجاه التاني كده من فوق مش من تحت. احنا اتفقنا ان في واحده بتيجي من فوق وواحده بتيجي من تحت. انا بحب اشتغلها كده عشان تبقى معايا يعني الشغل حلو ما فيهوش اي حاجه. بصوا كده بقى هبدا اشتغل اهو. اللهم صل على الصلاه والسلام. هبدا برضو خليني كده ابدا دي كده اشدها كده فوق اهي عشان الدواسه بتاعتي ما تاخدهاش معاها لتحت اهو. بصوا كده اهو شايفين. يلا بقى انا عايزه كل اللي صايم النهارده الحمد لله. امبارح كان نص رجب الحمد لله ربنا انعم عليا ان انا صمت الايام القمريه كلها الحمد لله. وان شاء الله ربنا يا رب ينعم عليا النهارده كمان واصوم النهارده. فيدعي بالله عليكم الحمايه ان ربنا يشفيه ويشيل عنه ويقومهن بالسلامه يا رب يا رب يا رب. وربنا يتقبل منكم يا رب. بصوا كده يا جماعه اهو. هنا كده خلاص خلصت اهو شايفين. بصوا بس كده مفيش اسهل من كده ولا اي حاجه تاني. بصوا ارفع بس الابره كده عشان اوريكم بقى ايه الحلويات اللي احنا عملناها. بصوا يا جماعه اهو شايفين اللهم بارك. السوسته طالعه مرتاحه خالص ما فيهاش اي حاجه. بصوا اللهم بارك جميله جدا. طبعا بقى هنا انا هركب بقيه الحاجه معايا
وهوريها لكم تاني في فيديو تاني ان شاء الله، عشان بس الفيديوهات ما تبقاش طويلة على حضراتكم وتزهقوا منها. وسلام.